هادشي بحال Hey, woman, don't touch me like that. أنا يهود Moroccan, this is my country, also like you. We understand. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. هذاك الشيء اللي كنا كنبهوا نحذروا منه الإخوان والأخوات للأسف ولا كيوقع في أرض الواقع، وهذا سبب النتائج ديال الشحن والتهييج والتجيش اللي تيوقع في مواقع التواصل الاجتماعي ولا كينعكس للأسف في أرض الواقع. الفيديو اللي شفتوه الإخوان ديالي شفتوا لقطات منه، هذه الواقعة وقعت غير البارح في مدينة فاس مع الأسف الشديد، العاصمة العلمية ديال المملكة المغربية ومجمع الحضارات والثقافات. هذه اللي كتشوفوها قدامكم هي كوكو، يهودية مغربية كتحمل الجنسيتين، الجنسية المغربية والجنسية اليهودية. يوتيوبر انفلونسر مشهورة في العالم، عندها قناة فيها أكثر من 200 ألف مشترك، وعندها صفحة في تيك توك وصفحة في الانستغرام، وعندها صفحات في كل مواقع التواصل الاجتماعي. هاد السيدة هذه كدير فلوغات، كتخرج وتتصور الدول والمناطق والأحياء والمدن والأماكن اللي كتمشي لها. فلوغر بحال بقية لي فلوغر. شنو اللي خلى هاد السيدة دي تهجم عليها بل لدرجة أنه قال لها غادي نحرق ومد يدو عليها، والسيد ملتحي والزوجة ديالو منقبة ومع واحد المجموعة ديال البنات ديالو محجبات. هاد القصة هادي كلها اللي وقعت البارح في العشية سببها هي أن هاد الفلوغر البارح فاس كتصور. وعلى فكرة لما دخلت للقناة ديالها وشت هي السيدة، هذا هو كما تنقولوا حنا المحتوى ديالها، أنها كتصور وكتسارى وكتسافر في العالم، وزارت غالبية العواصم الدولية الأوروبية والإفريقية وسميتو. ففي مدينة فاس كتزور بحكم أنها في بلادها، لأنها هي كتفتخر على فكرة بالجنسية ديالها المغربية. وحتى إلا دخلتوا لمواقع التواصل الاجتماعي في الصفحة ديالها في الانستغرام وغيره ما ذكرش على الجنسية الإسرائيلية، كتكلم فقط على أنها امرأة مغربية يهودية. وهذا الشيء راه غادي تردوا له البال حتى في الفيديو ديالها إذا دخلتوا تشوفوه. لما بدات كتناقش مع دوك الناس اللي هاجموها قالت لهم أنا يهودية مغربية بحالي بحالكم، وأنا في بلدي ماي كانتري، أنا في البلاد ديالي. فالبارح في مدينة فاس غادية كتصور. اللي فهمت انا من الحوار اللي دار بينها وبين بنت داك السيد اللي قالها غادي نحرق ومد يدو عليها، هي ان هاد البنات هادو بنات هاد السيد عرفوها، لانه قالت لها انا راه كنشوف الفيديو ديالك في تيك توك وكنشوف الريلزات ديالك في الانستغرام، فعرفوها. هي كتقول لما كانت كتصور راسها في المدينه القديمه وجات الكاميرا على هاد البنيتات هادو بنات هاد السيد هذا، وحده فيهم صبعات ليها، بمعنى دارت لها هذيك الحركه المعروفه بالصبع. فهي تتقول في الفيديو حتى مع دوك الناس كتقول بان لما صبعوا ليها ما فهمتش علاش صبعوا ليها، ربما لان دوك البنات عارفينها يهوديه، خاصه وانه حتى لما كتدوي بالعربيه هذاك حرف الخاء اللي كينطقوه اليهود غادي يكشفها على انها يهوديه، لان كتقول محخبه وشالوم الى غير ذلك. الاشكاليه اللي وقعت هي ان هذه السيده هذه باش توثق الهجوم اللي وقع عليها مشات صورت دوك الناس باش تقدم الفيديو للشرطه القضائيه والفرقه الوطنيه وتقول لهم هاد الناس هادو هاجموني وصبعوا ليا. دابا الاشكاليه فين كاينه؟ هي نط كتصورهم كتقول بان هاد السيد وهاد الناس هادو هاجموني وصبعوا ليا بدون سبب فقط لانني يهوديه. الاب ديال هاد البنات هادو اللي هو كيبان في الفيديو ملتحي والزوجه ديالو منقبه، بلاصه ما يهدي الموضوع وبلاصه ما يحاول يحتوي المشكل وربما يعتذروا لها وربما يصلحوا بيناتهم. حنا ما عرفناش اشنو وقع لان هذا الشيء كلشي راه كتباشروا الان الفرقه الوطنيه والشرطه القضائيه، وتحيه كبيره لهم لانهم تفاعلوا مع الموضوع مباشره. فبلاصه ما يهدي الموضوع لا ناض السيد بالحيث ومد يدو على السيده كما تشوفوا في الفيديو، مد يدو عليها وقال لها غادي نحرق. وهاد غادي نحرق لما تتم الترجمه ديالها في ذاك الفيديو يعني نتوما كتعرفوا ردة الفعل كي غادي تكون في العالم، خاصه ان هذه يوتيوبر مشهوره في العالم كما قلت لكم عندها 200 ألف وكاينين بزاف ديال الناس كيتفاعلوا مع الفيديوهات ديالها بالالاف المؤلفه. بطبيعة الحال حاولوا الناس يتدخلوا ومع ذلك هي اصرت على انها تاخذ الحق ديالها. والبنت ديال داك السيد اللي صبعت ليها كما كتقول هي هاد الانفلونسر هاد كوكو هادي كتقول لها بانه انا الصبع ما عطيتهولكش انت وما كنتش كنقصدك به انت، الاخرى كتقول لها لا قصدتيني. المهم الاشكاليه فين كاينه؟ كاين جوج ديال النقاط غادي نسلط عليهم الضوء وهما مهمين. الشيء الاول ان كوكو
لما بغات تحط الفيديو ديالها في القناة ديالها وفي الصفحات ديالها دارت واحد التوضيح قبل منه، وهذه رسالة لهاد المتأسلمين وهاد الناس المعنفين والمعنفين والمتعفنين عقليا، باش تعرفوا بأن هاد السيدة هذه تفتخر بمغربيتها وكتعتز بالوطنية ديالها وبالانتماء ديالها لهذا الوطن. لما بغات تحط الفيديو في القناة ديالها دارت فيديو قبل منه، قالت لهم هاد الشيء اللي غادي تشوفوه في هاد الفيديو ماشي هادو هما المغاربة، وانتم غتدخلوا للقناة ديالي ميمكنش نحط المحتوى ديالها لأنه غادي نكون متابع بحقوق النشر، غادي تدخلوا للقناة ديالها سميتها كوكو وغادي تشوفوا. قالت لهم هاد الفيديو هاد الشيء اللي شفتوه في هاد الفيديو ماشي هادو هما المغاربة. المغاربة شعب محب، شعب متسامح، شعب كيقبل الجميع، شعب كيستقبل الملايين ديال السياح سنويا، ماشي هادو هما المغاربة، وإنما هذا واحد النوع ديال الناس معنفين مزير مع راسو ولا يمثلوا المغاربة. تصور لو كانت هاد كوكو هادي لا تفتخر بوطنيتها وبالانتماء ديالها للبلاد، لو لم تكن مغربية وكانت وحدة أجنبية إسرائيلية بريطانية ولا إسرائيلية روسية ولا إسرائيلية فرنسية وتعرضت لهذا الهجوم هذا، كيفاش غادي دير من هذه الهندقة وتكبرها وتنشرها في مواقع التواصل الاجتماعي، وكي غادي يكون الانعكاس ديالها على السياحة. وانتم كتعرفوا بأنه 90% إلا ما قلناش 100% ديال الأجانب في العالم كياخذوا الانطباعات ديالهم على الدول اللي غادي يمشيو ليها من لي ريزو سوسيو، من مواقع التواصل الاجتماعي ومن التعليقات ديال الناس. فهي حبها لبلادها واعتزازها بتمغربيتها قالت لهم هذا الشيء اللي شفتوه لا علاقة له بالمغرب، وإنما هذا الشيء هذا خطأ ولا عينة من الناس الذين لا يمثلون المغاربة. هذه النقطة الأولى. والنقطة الثانية اللي بغيت نوجه بها رسالة لهذا السيد هذا اللي هاجم هذه البنت هذه وسبها بداك السب وقال لها غادي نحرق، كنذكروا بقول الله عز وجل للنبي عليه الصلاة والسلام في التعامل مع الكفار والمشركين في ساعة الحرب، فقال الله سبحانه وتعالى: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنه. شوف النبي صلى الله عليه وسلم حتى في حالة الحرب قال الله عز وجل: إذا واحد من المشركين استجارك أي طلب جوارك وطلب حمايتك فأجره، أعطيه الحماية حتى يسمع كلام الله ويسمع الرسالة المحمدية، إذا اقتنع بها ودخل في الإسلام حبذا، وإذا ما دخلش ثم أبلغه مأمنه، أي ردوا للمكان ديالو آمنا مطمئنا. وكذلك حديث النبي عليه الصلاة والسلام: من آذى معاهدا أو ذميا فأنا خصيمه يوم القيامة. هاد السيدة هذه ماشي معاهدة أو ذمية، هاد السيدة مواطنة مغربية كتحمل الجنسية الوطنية المغربية وتفتخر بمغربيتها، كون دينها يهودي ولا دينها مسيحي ولا دينها مسلم، هذه كتبقى معتقدات بين العبد وربه. لكن باش يتم الاعتداء عليها والتهجم عليها بداك اللفظ ديال غادي نحرق وتمد يدك، المفروض انت انسان ملتزم بالحيتك ما تمدش يدك اصلا على امراه. وحنا على حسب ما فهمنا من الخلاف ان بنتك صبعت لها لانك تعرفها صانعه محتوى يهوديه، ولكن كما تنقولوا في الحديث النبوي الشريف: ان الله ينزع بالسلطان ما لا ينزعه بالقران. مباشرة هاد صانعة المحتوى كوكو توجهت للفرقة الوطنية وقدمت شكاية وتم اعتقال هؤلاء الناس. فتحية كبيرة للفرقة الوطنية والشرطة القضائية اللي تعاملت بحزم وعزم مع هاد التجاوزات في حق هذه السائحة اليهودية. ولو كانت هي المخطئة كنا غادي نقولوا عليها مخطئة، ولكن على ما يتبين من الفيديو والنقاش اللي وقع بينها وبين هاد السيد أن هما اللي تجاوزوا عليها. وحتى لو هي اخطات في حقهم وصورتهم بلا الاذن ديالهم كان ممكن يتوجهوا للفرقه الوطنيه وياخذوا حقهم، ولكن باش تمد يدك على واحد المراه مغربيه، ما نقولوش عليها سائحه لانها هي مغربيه وتعترف وقالت هذا ماي كانتري، هذه بلادي كما هي بلادك، فباش تعتدي عليها وتقول لها غنحرق، حمد الله. انا كنوجه رساله لهذا الاب الملتزم الملتحي والوليدات ديالو الزوجه ديالو، الحمد لله انها امراه مغربيه. لو كانت اجنبيه ولو كانت من دوله او جنسيه اخرى كنتو غادي تشوفوا هذا الشيء في مواقع التواصل الاجتماعي كي غادي يكون رده الفعل ديالو على صوره المملكه المغربيه. ونحن نملكوا هذه الصوره الناصعه البيضاء على المملكه المغربيه والسياحه في المملكه المغربيه، وهذه الملايين المملينه التي تحج الى هذا الوطن اللي هو كعبة الثوار وكعبة المثقفين وكعبة الزائرين وكعبة السياح وكعبة الأساتذة وكعبة العلماء وكعبة الصوفيين وكعبة كل واحد كيقلب على شي حاجة في الكرة الأرضية كيلقاها في هذا البلد
لأن الله عز وجل أصدق فيه قوله سبحانه وتعالى: أولم يروا أن جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم. فنطلب الله عز وجل يحفظ بلادنا ويأمنها من جميع البلايا والفتن. ورسالة مهمة إلى الأمهات المغربيات والآباء المغاربة: ردوا البال لذاك الشيء اللي كيسمعوه وكيشوفوه وليداتكم، لأنه ينعكس على تصرفاتهم في أرض الواقع. تحية كبيرة للفرقة الوطنية والشرطة القضائية، تحية كبيرة للمؤسسة الأمنية في المملكة المغربية، وتحية كبيرة لكوكو لأنها رفضت أن هذا التصرف يسيء إلى بلدها وإلى وطنها الأم اللي هو المملكة المغربية، وخرجت بتصريح كتأكد فيه أن هذا الشيء لا يعكس حقيقة المغرب والمغاربة. وتحية لليهود المغاربة أينما كانوا وأينما تواجدوا. حفظ الله بلادنا من كل سوء، حفظ الله مولانا أمير المؤمنين محمد السادس وأطال في عمره في خير ولطف وعافية. تحياتي لكم، السلام عليكم.